بعد صعود النادي الأهلي للدور اللي قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا، حابب أتكلم معاكم كده بكام نقطة على السريع كده. امبارح كولر ما شاء الله عليه، يعني كولر لعبوا النادي، هو ولاعيبة النادي الأهلي امبارح لعبوا جيم دفاعي وجيم فيه كلاحة. زهقوا لعيبة الرجاء بالحرفيا يعني. كلهم كانوا ما شاء الله كانوا مركزين، والدنيا كانت الحمد لله كانت كويسة. الحمد لله لعيبة النادي الأهلي كلها كانت مركزة، وكان كلهم عارفين ان الرجاء وخطورته كلها في الكرة العرضية، وكلهم الحمد لله كانوا مركزين للكرة العرضية. بفضل الله ولا كرة عرضية قدر الرجاء ان هو يستغلها. الحمد لله يعني، رغم ان الماتش كله كان كله ضربات ثابته وكله ضربات ركنيه وكله عرضيات. الحمد لله ربنا كرم النادي الاهلي يعني، ولاعيبه النادي الاهلي كانت كويسه. انا كنت في فيديو كنت اتكلمت ان ياسر ابراهيم كنت انا حابب ان هو يلعب مكان متولي، والحمد لله يعني ياسر ابراهيم نجم من نجوم الماتش امبارح، لان الكوره لان هو افضل من محمود متولي في الكوره العرضيه. طبعا بالنسبه لمحمد هاني، محمد هاني بننتقده كتير، لكن هو ما شاء الله عليه الفتره اللي فاتت بيأدي اداء كويس، الدنيا كويسه معاه يعني. الواحد تقدر ان انت تطمن له، فربنا يكرم يعني ان شاء الله. غير ان طبعا في مروان عطيه وحمدي فتحي، مروان عطيه وحمدي فتحي دول ما شاء الله عليهم صمام امان، صمام امان للفرقه، ومحمد عبد المنعم. فربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي ان شاء الله. حابب اشيد بلعيبه النادي الاهلي امبارح في وسط الضغط الجماهيري، ان هم الحمد لله امبارح كانوا واقفين على رجليهم، مش خايفين من صوت الجماهير وتشجيعهم. وامتصوا حماس الجماهير، وامتصوا حماسة لعيبة الرجاء في أول ربع ساعة، لحد ما مشوا الماتش اللي هم عايزينه. ما هو والسيناريو اللي كان كولر منفذه، السيناريو اللي كان كولر منفذه ده صراحة ربنا يعني يكمل. لو انت عندك مهاجم سوبر، يعني انت القصه فعلا. النادي الاهلي رغم ده كله، هو لعيبه النادي الاهلي يشكروا وكولر يشكر على اللي هو بيعمله ده كله، لكن النادي الاهلي محتاج مهاجم، محتاج مهاجم مخلص، محتاج مهاجم اللي هو بيخلص من نص فرصه. فدي نقطة أتمنى إن شاء الله إن ربنا يكرم في الصيف إن شاء الله، الإدارة تلبيها الكولر إن شاء الله. واللعيبة كانت واقفة على رجليها، وجمهور الرجاء، جمهور الرجاء صراحة ربنا كان بيشجع، بس ملوش علاقة بالفرقة التانية. هو طبعا بيشجع، الآلات اللي معاه صفافير، بيحاول إن هو يشجع فرقته، ويحاول إن هو يوتر الفرقة التانية، لكن لا بدون إساءة، ولا بدون شتايم، ولا بدون أي حاجة، ولا عنف، ولا الكلام ده كله. حابب إن أنا كنت حابب أشيد في الجزئية دي. النادي الأهلي إمبارح كان ليه ده ضربة جزاء، اللي ضرب الجزاء امبارح الكرة بتاع كهربا من أول لحظة، وأنا شايف الشدة يعني. لكن أنا استغربت صراحة، لا الحكم شافها، ولا الحكم الراية، ولا بتاع الفار شافها. قصة كانت يعني يا عم، طب فيها في بس قول ممكن في كذا. والحقيقة برضو اللوم الأكبر على لعيبة النادي الأهلي، لعيبة النادي الأهلي إنها ما اعترضتش، وإن أنا قالت له روح شوف وروح واعمل والكلام ده كله. خلاص عدت الكورة وخلاص القصة. لازم في المواقف زي دي ما تعديش وتسيب فرصك. القصة زي دي هي عدت الحمد لله امبارح والكلام ده كله. ضربة الجزاء اللي ضاعت للنادي الرجاء، وهي طبعا ضربة جزاء، ما نقدرش نقول أي حاجة، ضربة جزاء 100% يعني. كانت توقيتها يعني بفضل الله، توقيت إنها ضاعت، فكان توقيت الحمد لله كان من ضمن أسباب إن إحنا كملنا على خير ووصلنا الحمد لله. يعني ضربة الجزاء في الوقت اللي هو قبل الشوط الأولاني دي لو كانت جت، كان لعيبه الرجاء كانت هتنزل الشوط الثاني بدافع تاني. لكن شوف بقى هي عملت فيهم ايه، ضياع ضربه الجزاء خلتهم ينزلوا الشوط الثاني في تسرع. بعد اول 10 دقايق خلاص فقدوا الامل، حتى جمهورهم فقد الامل. يعني جمهورهم بعد اول تلت ساعه واول ده خلاص من الشوط الثاني خلاص سكتوا خلاص، وفي منهم اللي بدأ يمشي كمان. ف... فالجزئيه دي انا مش عارف ازاي البيل ما اتحسبش صراحه.